السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شيف بلانيت. اليوم ان شاء الله راني رايحه نقدم لكم الوصفه تاع فطيره شوله تكون محشيه بالتمر. جايه هذيك لي غوسيت سبيسيال، ما تجيش كيما البراج. شوله لو غو تاعها يجي بنين بالبزاف. لهاد الوصفه غادي نحتاجو كاس تاع سميد يكون رقيق، كاس تاع فرينه. هنايا الامانه الفرينه اوتيليزيت الفرينه تاع سفينه، باسكو كاين دي غوسيت وين يوتيليزو دي مارك وكاين دي غوسيت وين يوتيليزو دي مارك واحد اخرين. باغ اكزومبل في الفطيره ولا دائما سفينه هي اللي تخرج خير. وعندنا مغرف صغيره تاع ملح. نخلطوا هكا المكونات مع بعض، ومن بعد هنايا غادي نضيفوا لها نص كاس زيت. بسم الله. هاد المقادير كاع غادي نخليهم لكم مع التالي في الفيديو. بسم الله. ونبدا نخلطوا. هنا بعد ما تبسوا غايه هذاك السميد مع الفرينه، نبداو نزيدو في نص كاس تاع ماء. هنا الماء نزيدو غير بشويه. هي هنا اون جينيرال كي تخدموا بالفرينه سفينه غادي تدي لكم كاع هذاك نص الكاس وتشرب غايه. ها هو القوام تاع الفطيره تاعكم. هاد الفطيره ما خصش تعجنوها، باسكو الا ربت الجلوتين غادي تولي لكم كيما الخبز ولا كيما تجيكمش مبسه. شوفوا شيرات، ها هي لاباط تاعنا درتها في سيلوفان ونخلوها تريح غير لو طون اللي نوجدوا التمر تاعنا. شوفوا هنايا في التمر هذا انا اللي غادي نوتيليزي يسموه الغرس. هذا راني نقيته. شوفوا نوتيليزي كميه، هو يجي كيما هكا، يجيك اللي معجون غرس. نورمالمون يتباع عند اللي يبيعوا لي زيبيس وكاع. ايوا فيه هنايا كما راكم تشوفوا هكا تقلعوا لها، تنقوه تقلعوا له النوا هذه، وثاني هذاك الشابو يتباع هكا بالميزان بالكيلو، يجي هكا معجون. هذا هو بغيت نوري لكم كيفاه داير. انا اش غادي ندير؟ غادي نحكم هنا اون كونتيتي راني منقيتها، غادي نزيد لها مورف تاع زيت ونبدا ندخل في الزيت فيها. هنايا بعد ما قريناه غادي نحكمو كيس بلاستيك لاشي كونجيلاسيون اللي عندكم، ونديرو فيه هاد لابول وتبلعوا عليها، ونبداو نيطالوه بالرولو. هنا نيطالوه رقيق لو ماكسيموم. تسيو تاني باش ديروا اون فورم تكون مدوره، مي سينو الا ما خرجتش مدوره معليش، من بعد نسيو نسكموها في الفطيره. بعد ما ايطاليتها شوفوا كيفاه تجي ليبيسور تاعها رقيق بزاف. دونك نوخروها على جهه ونحكموا لابول تاعنا تاع العجينه ونقسموها على زوج يكونوا متساويين. نديرو هكا دويره ونبداو نحلو فيها. سيكم سي رانا نديرو برشه ولا لاباط متبدله. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا كاع الا ما درتوش التمر تاعكم مدور تيو باش تايطالوه كوريكتومون. ومن بعد انا اش غادي ندير؟ غادي نعاود نحل لاباط الزربه هكا. غادي نسيي نرفدها. المبتدئات يرفدوها بالرولو، مي سينو تقدروا ترفدوها ديريكت. ونبدا نخدمها نورمال كيما هكا، ما تخافوش منها. تبدو تسقموا فيها هكا من لي كوتي كلي تابيو هنايا في الجوانب، ومن بعد نعاود نرفدها كيما هاك على الكوتي الاخر وتبلعوا. هنا تبلع كيما تبغوا، قادر تلفوا هاد لابارتي، مي سينو قادر تقرصوها هكا في ليكوا. نتمنى ان شاء الله خواتاتي اللي يجربوا هاد الوصفه يردوا لي الخبر في الكومونتير. كيما هاك سي نسقمها. هنا بعد ما تيطالوها وتسقموها تكونوا وجدين الطاجين ولا كريبيير. كيما انا غادي نطيبها في الكريبيير، مي لا ميم شوز اللي عندهم طاجين خير يكون ثقيل ما يحرقها لكمش. هكا بعد ما سقمتها تردوها مدوره، نروحو نطيبوها دروك. ها هي الفطيره تاعنا. شوفوا هنا شيرات
كي تديروا المقله تاعكم تحمى غير شويه، ديروا مغرف تاع زيت وسيو تمشوها في الكريبيير، ومن بعد تحكموا الفطيره تاعكم وتحطوها. ما غاديش تغبنكم، غادي تترفد فاسيلمون. تنقصوا النار الماكسيموم وتخلوها طيب على نار هاديه. هنا ليبيسور تاعها شفتوها تجي شويه رقيقه، ما تجيش غليظه. كي طيب من الكوتي الاول نعاودو نديرو مغرف زيت من الكوتي هذا، نعاودو نقلبوها ونرجع لكم من بعد ما طابت الفطيره تاعنا. شوفوا لاستيوس الاولى، شوفوا اشاك فوا في كل فيديو غنعطيكم لي زاستيوس تاع لا ريسيت. لاستيوس الاولى سيكو غير تقلعوها من الطاجين من النار وهي حاميه، تقطعوها باسكو الا خليتوها حتى تبرد غادي تتفتت لكم. هذه لاستيوس الاولى. وليبيسور تاعها شوفوا كي دايره. ثاني لاستيوس الزاوجه سيكو ليبيسور تاعها زعما الغلظه تاعها ما تغلظوهاش بزاف باسكو هذه فطيره. هذه لاستيوس الزاوجه. ولاستيوس الثالثه تاع هاد لا ريسيت سيكو الفارينه كاع الا ما اوتيليزيتوش سفينه، اوتيليزو اون فارين اللي تشرب باش الفطيره تاعكم تجيكم كروستيانت. دونك هادو هما لي زاستيوس تاع هاد لا ريسيت. ان شاء الله دوك نسي اشاك فوا نديرو اون ريسيت نعطيكم شنو هما لي كونساي لي زاستيوس شت ايفيتو هكا باش تخرج لكم الوصفه نيشان. باسكو خطرات لي ريسيت يكونوا كاينين لي زانغريديون نيشان بصح كيما نعرفوش هاد لي زاستيوس شنو غادي يصرى، غادي لا ريسيت ما تجيناش ناجحه. دونك هنايا بعد ما طيبناها غادي نحطوها في طبق التقديم. كما راكم تلاحظوا الاخوات هذه هي النتيجه النهائيه تاع الوصفه تاعنا، فطيره محشيه بالتمر. ان شاء الله تكون نالت الاعجاب تاعكم وتجربوها وتخلوا لي الراي تاعكم في لي كومونتير. ان توكا هاد لا ريسيت سي اون ريسيت اللي ناجحه 100% وزيد بنينه. هذا هو اللي نقول لكم عليه. والى وصفه اخرى تهلوا في رواحكم وبسلامه.